السلام عليكم ورحمة الله. جيتلكوا بقى بالكفتة اللي كلنا كنا بنسرقها من امنا وهي لسه بتحمرها. مجرد بس ما نشم ريحتها كده ايه الحق يالا امك عامله كفتة، نروح جايين كلنا نازلين تحت البوتاجاز ونلقطها بقى وهي لسه بتحمرها. دي الكفتة ديت عبارة عن نص كيلو لحمة مفروم، على كيلو رز منقوع، على الخضار بتاع المحشي اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة وبصلاية وكام فص توم كده، ونظبط الملح بتاعها ونوديها ايه للجزار هو ايه يفرمها هناك. سخنت الزيت وقعدت ايه احمر فيها. من الحاجات اللي انا بحبها وهي لسه كده متحمره، يا بقى لو جبت كده رغيف عيش بلدي ورحت جايه سرقه كام كفتيه كده، ورحت جايه حاطه عليهم طماطمايه شويه شطه، ورحت جايه بقى الف الرغيف وكلي. ياه. بس انا النهارده بقى ايه قلت الملحق اعملها قبل ما هم يشوفوها، عشان خاطر ايه مش تسرق مني يعني وانا بحمرها، مش اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا يعني. بدأت هنا احمر في الكفتة وايه ورصيتها كده في الطاسة لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي من الجنبين، وراح جايه بقى بدأ اطلعها. انا صبعتها بالشكل دوت، في ناس بتعملها مدورة، في ناس بتعملها بالطريقة ديت، انا بعملها كده زي الصباع كده. هنا رصيت نص الكمية اللي معايا على قد الطاسة، وبعدين هرص نص الكمية التاني بعد ما اطلع الطاسة الاولانية دي. كده كانت اللي اتحمرت من الجنب، فانا كنت بقلبها عشان تتحمر من الجنب التاني. انا برضو بسيب شوية متحمرين عشان برضو نفسي فيهم يعني ياخدوها كده بكرامة احسن ما يسرقوها مني. هطلعها وارص معاكم بقى طاسة تانية. ايوه كده احدفي كده وانت بتحمري، بس وانت بتحدفي كده يكون معاكي بقى الدرع اللي هو بتاع الامن المركزي دوت، عشان خاطر يبقى واقي يعني للزيت عشان مش يطربش في وشك. خلي بالكوا يعني. عقبال بقى ما تتحمر معايا هروح جايه عامله ايه الصلصه بتاعتها، احضر الصلصه بتاعتها عقبال ما اطلع الكميه كلها اللي معايا. جبت بقى هنا حله على النار عشان نحضر الصلصه بتاعتنا، حطيت فيها معلقتين سمنه واسيبهم يسيحوا، واروح جايه اخرط البصل عقبال ما السمنه معايا تسيح. السمنه كانت معايا ساحت كده، رحت نازله بالبصل. هخلي البصل بس يصفر معايا، مش هحمره ولا حاجه، تسبيكه عاديه زي التسبيكه اللي احنا بنعملها لللوبيا، الفاصوليا، البسله، التسبيكه العاديه دي. يصفر بس معايا كده واروح جايه بقى نازله بالطماطم. كانت وصلت معايا اللون ده كده اصفر يدبل بس كده، رحت بقى نازله بالطماطم، واروح جايه بقى ايه حاطه لها البهارات بتاعتها. حطيت فلفل اسود، شويه بابريكا، وشويه من توابل اللحمه كده بتخلي طعمها فظيع، والملح، واقلبهم كده واسيبهم يسخنوا شويه على النار. وبعد كده اروح جايه بقى نازله بالميه اللي معايا. وانا بعملها طبعا كانت اتسرقت مني كتير، يعني العيال شموا ريحتها في البيت لقيت كلهم دخلوا عليا المطبخ هجوم كده، يعني قلت اما الحق بقى اعمل الصلصه بتاعتها قبل ما الكميه اللي معايا اللي انا حمرتها كلها تتسرق مني. نزلت بقى، هي كانت سخنت معايا الطماطم شويه. دي طماطم زي ما قلت لكم انا مسبكه جاهزه في الفريزر، بطلعها لقد استعمال على طول، ما بتاخدش معايا وقت وبتنجز معايا في الاكل. هسيبها بقى الميه تسخن واروح نازله بالكفته. كده كانت الميه معايا غليت،
نزلت بقى بالكفتة وهقلبها كده تقلبتين، واروح جايه مغطياها واسيبها تستوي براحتها. وبعد كده لما تستوي هروح جايه راجعه بقى معاكم وانا بغرفها لكم، مش هتاخد وقت على النار. كانت استوت بقى، جبت بوله كده وبدات اغرفها معاكم. اللهم صل على النبي. شوفوا نازله عامله ازاي، حاجه يعني كده فظيعه، من احلى الاكلات اللي انا بحبها بايته كمان. يعني هي والباميه بقى لما بيباتوا بيزيد حلاوتهم اكتر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، ويا رب احنا نكون خفيف على قلبكم. مش تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد وكل اكل احنا بنعملها. السلام عليكم ورحمة الله.